صباح الخير، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل وصفه سهله ولذيذه وسريعه للجلاش باللحمه والسمبوسه باللحمه. قبل ما نبدا بالفيديو او نقول اي حاجه، اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولايك وكومنت حلو زيكم كده عشان ده بيشجعني ويدعمني ان انا استمر وانزل لكم وصفات جديده وسهله وسريعه. يلا نبدأ في المقادير وان شاء الله هتبقى سهلة ولذيذة عليكم. والجلاش انا عاملاه بطريقتين. في الفيديو ده انا عاملاه في الفرن، وانا عاملاه قبل كده بالجبنة بالتحمير. هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، وان شاء الله تعجبكم الطريقتين، ألذ من بعض وحلوة قوي. يلا نبدأ في المقادير. اول حاجة معانا هنجيب صينية هنحطها على النار، وهنحط فيها معلقتين كبار من السمنة يسخنوا. هننزل عليها باللحمة، هي كانت اللحمة في الفريزر طلعتها تفك شوية، بعد كده حطيتها على النار. على ما فكت كانت نزلت المية بتاعتها. احنا هنسيبها تشرب المية بتاعتها الاول، يعني تشرب حوالي 3/4 المية او كلها يستحسن. بعد كده هكون مجهزة بصل متقطع مكعبات، هنزل عليها بالبصل. انا بحب الاول اشوح اللحمة وبعد كده انزل عليها بالبصل. مش بحب اعمل العكس، فده طبعا يرجع لكل واحد فيكم بيحب يعمل ايه. الطريقة اللي انت مستريحة بيها اعملي بيها. بعد كده هسيبها تدبل شوية مع بعض، وكل ده طبعا على عين عالية. هكون مجهزة فلفل حامي وبارد، حابة تضيفي فلفل الوان تستغني عن الفلفل الحامي براحتك طبعا، مفيش مشكلة. هسيبهم بقى يتبلوا مع بعض عشان الفلفل والبصل من الحاجات اللي بتاخد وقت شوية على ما تتبل. على ما يتبلوا كده قدامكم هيكون مجهزة جزر مبشور، هنزل عليها على اللحمة. الجزر من الحاجات اللي بتدي اللحمة لون حلو وطعم كمان حلو. ونزلت عليهم بحوالي 4 معالق من الصلصة، هتديها لون كده وحلو. التوابل اللي معانا بقى فلفل اسود، ملح، توابل اللحمة، وممكن كمان تضيفي قرفة، بابريكا، شطة، اي توابل انت بتحبيها تقدري تحطيها، بس الاساسيات اللي احنا بنحطها على اللحمة فلفل اسود، ملح. بعد كده احنا بنسيبهم حوالي 3 دقايق على النار كده مع نفسها. اللحمة من الحاجات، اللحمة المفرومة بالذات من الحاجات اللي بتستوي بسرعة جدا، ما بتاخدش وقت. هنا جينا قلبناها خلاص كده، لقيتها مظبوطة ومش محتاجة وقت تاني. طفيت عليها وجبت هنا صاج او صينية حسب المتوفر عندك، حطيت فيها معلقتين كبار من السمنة او كمية سمنة كده حلوة في الارضية. وهفردها كويس على الصينية وفي الجوانب عشان الجلاش بتاعنا ما يلزقش لا في الجوانب ولا في الارضية، وياخد لون حلو من تحت. هفرد كده كويس بالفرشة. وهكون مجهزة الورق اللي انا هفرده. حطيت اول طبقة من الورق الجلاش، بعد كده هحط واحدة كمان جنبها، وهنزل عليهم بشوية سمنة كده في الراق. انا بحب احط الاتنين الاول وبعد كده احط عليهم السمنة. كده هفرد كويس عليهم السمنة. بعد كده هحط باقي الطبقات زي ما احنا عملناها كده، هحط واحدة يمين وواحدة شمال فوق بعض زي قدامكم كده. وهنكمل بقى باقي الطبقات اللي معانا، هحط حوالي 5 رقات تحت اللي هو من حيث يمين وشمال كده. وهحط ما بين الطبقة التانية سمنة، ما عدا الطبقة اللي انا هحط عليها اللحمة محطش فيها سمنة، عشان كده كده اللحمة بتاعتنا فيها سمنة. فمش هنحط فيها سمنة. هنفرد بقى كمية اللحمة المناسبة للصاج بتاعنا اول صينية بتاعتنا، ونفردها كويس بحيث انه ما يكونش فيه فيها حتت كبيرة وحتت تانية لا. هنفرد كويس قوي بالمعلقة بأي حاجة معاكي. وبعد ما نفردهم خالص هنحط باقي الطبقات بنفس الشكل. هنحط راق يمين وبعد كده بنفس الطريقة الراق اليمة التانية بالشكل دوت. وبعد ما نخلص اهم حاجة واحنا بنعمل ندوس شوية على الجلاش بحيث ان هما يلزقوا في بعض اكتر. لو حابة يكون كل راق منفصل كده عادي، ما تتخطيش براحتك. وبعدها في اخر طبقه ما حطيتش سمنه الا لما قطعتها، بتقطعيها الاول بالشكل اللي انت حباه، بعد كده بتحطي سمنه عشان لو حطيتي سمنه قبل ما تقطعي هيبقى صعب شويه. وفي الوقت اللي احنا هنكون بنقطع في الجلاش هنكون مولعين الفرن على درجه حراره عاليه، ونسيبه يسخن الاول، وبعد كده هنحط فيه الصينيه حوالي 5 دقايق على ما نجهز اللي احنا هنسقيه بيه. معانا كوبايه الا ربع من اللبن وبيضايه، هنحط عليها نص معلقه من الفلفل الاسود. هنا هنضربه من الاول البيضة مع الفلفل الاسود، هنضربها الاول عشان يبقى سهل لما نحطه على اللبن. هندوبها كويس قوي، نضرب فيها كويس بحيث ان هي ما يبقاش فيها تكتلات. ولو حابه تحطي البيضة مباشرة في اللبن وتقلبيهم مع بعض براحتك، بس دي بحسها اسهل.
بعد كده احط الخليط البيض مع الفلفل الاسود على اللبن وهقلبهم بالراحه عشان ما يدلقش بره ولا يبهدل الدنيا. هنقلبها كويس بحيث ان هما يختلطوا مع بعض. في المرحله دي بعد ما اخلص تقليب هطلع الصينيه من الفرن، احط عليها الخليط في كل حته فيها كويس. بعد كده ادخلها الفرن واسيبها بقى تاخد لون. هنا بقى الكميه اللحمه اللي معانا هنعمل بيها وصفه جديده. جبت صينيه نص سنتي دهنتها سمنه كويس من تحت، وكان موجود سمبوسه، ورق سمبوسه حشيته باللحمه الباقيه. طريقه لف السمبوسه بابسط طريقه، والحشو كمان عملتها قبل كده بالجبنه. هنحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، بجد من انجح الوصفات وحلوه قوي. انا عملت كده السمبوسه بطريقتين. الطريقه اللي انا قدامكم ديت انا عملتها في الفرن، والطريقه التانية اللي انا هحط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف دي انا قالتها وكنت عاملاها بالجبنه. بجد الطريقتين حلوين، بس بالنسبه لي الاخف والاسهل والاحسن اللي كانت في الفرن، خفيفه جدا. وهندخلها الفرن على الرف اللي تحت. وده شكل الجلاش بعد ما طلع، بجد كان طعمه حلو قوي ولذيذ، ويعني حاجه مختلفه كده على السفره بتاعتك، بجد كان طعمه حلو. بصوا بعد ما بتحطوا عليه كوبايه اللبن بالبيضه بتحطوها في الرف اللي تحت تاخد لون من تحت كويس، حوالي تلت ساعه في الفرن. بعد كده بترفعوها على الرف اللي فوق، وشها بقى بياخد لون. دوت عملناه بالنار اللي تحت، ما ولعناش الشوايه خالص. بتسيبيه اهم حاجه ياخد لون من تحت، بعد كده بترفعيه على الرف اللي فوق ياخد وش. بعد كده عملنا السمبوسه لما حطيناها في الرف اللي تحت بعد ما طلعنا الجلاش في الرف اللي فوق. سيبناها برضو حوالي ربع ساعه كده، وطلعتها قلبتها اليمه التانية لان اليمه اللي تحت خدت لون. قلبتها اليمه التانية ودخلتها برضو في نفس المكان على الرف اللي تحت. وما شاء الله خفيفه قوي قوي، يعني ما تحسيش ان انت بتاكلي حاجه تقيله كده، وكانت لذيذه وسهله وحلوه. طريقه لف السمبوسه وكمان وهي محشيه بالجبنه هنحط لكم الفيديو في صندوق الوصف، اتمنى تشوفوه. بجد اللفه عملتها بابسط طريقه وسهله جدا وما بتاخدش وقت وبتلف فيها بسرعه قوي. وكمان عملت الخليط اللي هيمسك معانا السمبوسه، طرف السمبوسه هيمسكها. كل دوت في الفيديو اللي انا هحطه لكم في صندوق الوصف. بجد الطريقه حلوه سواء باللحمه او بالجبنه، الطريقتين مفيش اروع منهم. بس انا بالنسبه لي طريقه الفرن اخف بكتير من الزيت. اتمنى الفيديو يعجبكم. باي باي.